مشرحة قديمة على أطراف المدينة، مليانة جثث وريحة موت وأصوات غريبة في نص الليل. لكن بعد سنين المشرحة اتقفلت وتحولت لبيت سكني عادي، أو ده اللي الناس كانت فاكرينه. في سنة 1971 عائلة سنيفر نقلت تعيش هناك، وكانوا سعداء إنهم لقوا بيت واسع ورخيص. بس أول ليلة سمعوا الأبواب بتتفتح لوحدها، وأنوار القبو بتنور من غير كهرباء، وصوت حد بيضحك من تحت الأرض. الولد الصغير قال إنه شاف راجل بوش متشوه بيقف عند السرير، والأم كانت بتحس إن حد بيتنفس وراها وهي لوحدها في المطبخ. جم قسيسين علشان يطردوا الأرواح، بس أول ما دخلوا القبو خرجوا مرعوبين. وواحد منهم قال: المكان ده اللي فيه مش شبح، المكان نفسه ملعون. البيت ده كان فعلا مشرحة زمان، وفي أرواح لسه مش راضية تمشي. القصة دي حقيقية وتوثقت في ملفات إد ولورين وارن، نفس اللي كشفوا سر أنابيل وبيت أميتيفيل. تفتكر الأرواح دي بتدور على سلام ولا بتدور على ضحايا جداد؟ ما تنساش تعمل لايك وتشترك، عشان اللي جاي مرعب أكتر مما تتخيل.